النور قاطع والتلفزيون شغال عندها. كل الناس واقفة في البلكونات بتتفرج ومستغربين، ازاي التلفزيون شغال عندك والنور قاطع كلنا عندنا كلنا وعندك انتي كمان والتلفزيون شغال؟ طب ازاي؟ تابعوا الفيديو عشان تعرفوا القصة كلها وتعرفوا ازاي كان النور بيقطع والتلفزيون يفضل شغال. بتحكي وبتقول كانت عايشة 4 سنين في شقة مسكونة وهي ما كانتش تعرف. كانت بتحكي لجوزها وبتقوله انا بشوف كذا وبشوف كذا وبيحصل لي كذا، انا ما بعرفش انام. هو ما كانش بيصدقها، هو اصلا ما كانش عايش في الشقة، هما الاتنين راحوا عاشوا في الشقة مع بعض، يعني ما كانش حد قاعد في الشقة. كان اول ناس يعيشوا فيها هما الاتنين. الشقة دي كانت متسابة فترة طويلة جدا جدا على الطوب، لكن هو لما راح خطبها وتقدم لها ابتدى ان هو يوضب في الشقة كمحارة وبياض ومش عارفة ايه وكده. هي كانت لما بتنام بتشوف، لو هي لوحدها في الشقة بتقول ان هي كانت لما بتنام بتشوف حاجات غريبة جدا. كانت بتشوف تعابين، وكانت بتشوف ناس قاعدة من غير لبس خالص في الارض قدامها، وكانت بتشوف الحاجات دي اكنها حقيقة بس هي كانت بتبقى مغمضة عينها. وكانت بتخاف تنام، يعني لو جوزها مثلا بيشتغل بالليل كانت بتفضل سهرانة طول الليل، ما بتنامش طول الليل خالص، مستنياه لما يجي الصبح عشان تنام. طول ما هو في البيت هي ما بتشوفش اي حاجة ولو بتنام براحتها، انما هو مش موجود هي بتخاف تنام. بتقول ان هي لو كانت حتى قاعدة وصبت كده عينها غمضت ونامت كانت بتشوف برضو حاجات كتيرة جدا. بتقول ان هي كانت بيجيلها اوقات مثلا جوزها يقول لها انا نازل وينزل وتبص تلاقيه في الشقة تاني، بس ده ما كانش بيبقى جوزها. فاهمين؟ يعني كانت بتسمع جوزها نزل وقفل البوابة ومشي وخرج وتشوفه تاني في الشقة، وكانت تقول له هو انت لسه ما نزلتش، كان بيختفي. بتقول عاشت 4 سنين في رعب، كانت مستحملة وساكتة وراضية، وهتعمل ايه؟ مفيش مكان تاني. كانت كل ما تقول لجوزها انا عايزة امشي من هنا ووديني اي مكان تاني، البيت دوت مسكون، كان بيفتكرها ان هي تتدلع. وكان بيقول لها انا ما عنديش مقدره ان انا اسكن في ايجار بره، انا مش هطلع من ملكي. كانت بتقعد مع سلفتها وتحكي لها، كانت سلفتها بتقول لها ان هي اول ما جات الشقه اللي تحت برضو كانت بتشوف حاجات كتيره جدا، وفضلوا يحكوا لبعض هما الاتنين، وقالت لها انا مصدقاكي. لما راح قال لاهله ان مراتي بتعاني من كذا ومن كذا وما بتنامش، وابتدى يبان على وشها وعلى صحتها وحوالين عينها ضعف وارهاق وتعب من قله النوم، قالوا له دي بتتدلع. بتقول كانت لما بتسافر عند والدتها كان زوجها بيروح يقعد عند بيت اهله، وهي كانت بتقعد عند والدتها فترة طويلة، كانت بتسيب تسجيل شغال او الراديو شغال على القرآن عشان يحفظ الشقة، او يعني كده، يعني القرآن حلو في الشقة عامة، كانت بتسيبه شغال. بتقول كانت كل ما ترجع تلاقي التسجيل محروق وبايظ ومش شغال على القرآن. بتقول ان هي كان عندها عروسة كانت حطاها فوق التلاجة. العروسة دي كانت بتعمل اصوات لوحدها، فهي من خوفها خلت جوزها شال البطارية بتاعت العروسة. اوريدي خلاص احنا شلنا البطارية، المفروض ان العروسة ما تشتغلش، لا بتقول ان هي العروسة كانت بتشتغل برضو وكانت بتعمل اصوات. جوزها حط العروسة في مية ونشرها على الحبل عشان ان هي لو فيها سلوك خلاص السلوك تتحرق، بدل ما اتحطت في ميه برضو رجعت تشتغل تاني. قام خدها ورماها في مكان بعيد جدا. العروسه دي كانت هي اصلا موجوده، هي كانت جايباها هي، يعني من الحاجات اللي البنات بيجيبوها يحطوها في البيت وكده. بتقول ان هي العروسه يعني
خدوها رموها في حته بعيد. هما صحيوا من النوم تاني يوم الصبح لقوا العروسه قدام باب الشقه. حاجات من اللي موجوده في الشقه سكنت العروسه. بتقول ان هي في يوم المهم كانت قاعده هي وزوجها عادي جدا والنور قطع. بتقول النور قطع والتلفزيون فضل شغال. هما كانوا قاعدين بيتفرجوا على فيلم والنور قطع، وكانوا بالليل والتلفزيون شغال والنور قطع في الشارع كله. كل الناس اللي كانوا واقفين في البلكونه بقوا يبصوا على التلفزيون اللي شغال واستغربوا جدا ويقولوا لها ايه ده، ازاي التلفزيون شغال عندك والنور قاطع؟ كانت بتقول لهم معرفش. جوزها بقى قاعد يضرب كف على كف ومستغرب جدا. كده حاجتين بينوا له ان في حاجه في الشقه. ايه؟ ان في العروسه والتلفزيون، لا وحاجه كمان التسجيل اللي كان بيتحرق والقرآن اللي كانوا كل ما يشغلوه يطفي. طيب ما بقوش عارفين يعملوا ايه. المهم اول ما النور جه التلفزيون انطفى. يولعوا في التلفزيون مش راضي يشتغل، يشغلوا في التلفزيون مش راضي يشتغل. خلاص سكت التلفزيون. شغلوا القرآن شوية وهم قاعدين وفضلوا يقولوا القرآن، التلفزيون رجع يشتغل تاني. كان في حاجات ولخبطة كتيرة جدا بتحصل في البيت، وكانت هي هتتجنن. هي كانت الشقة عجباها جدا وكانت مريحة جدا وكانت مبسوطة بيها جدا، بس بتقول ان هي قعدت 4 سنين تعاني مرعوبة. كانت بتروح عند امها تنام، تروح عند اخوها تنام، كانت بتدور على اي مكان تنام فيه بعيدا عن البيت ده. البيت ده ما كانش بتعرف تغمض عينيها فيه. بتقول لما كانت حتى بس تغمض عينيها كده كانت بتشوف حاجة قدامها، حاجات وحشة. بتقول كانت بتبقى قاعدة في الشقة لوحدها او واقفة في المطبخ بتحضر اكل وبتحس ان في حد واقف وراها، في حد وراها، هي شايفة حد او حاسة بحد. فهي قاست كتير من الشقة دي وكانت نفسها ان هي تمشي منها، لكن هو جوزها قال لها كده، قال لها انا مش مقدرتي ان انا امشي من البيت، انا مش هسيب ملكي وامشي. بس بعد ما ابتدى هو كمان يحس ويشوف، صدقها. اسفه يا جماعه الصوت. صدقها تمام. وبالاخص صدقها ليه؟ صدقها لانه قعد فتره من الشغل في البيت ليل ونهار وبقى قاعد فتره طويله، فبقى يشوف حاجات ويحس بحاجات. وفي الوقت ده صدقها ووافقها ان هم يمشوا من المكان، ان هم يشوفوا اي مكان بره بالايجار. يعني هم يعني بالايجار، لدرجه ان هو قال لها ممكن احنا نأجر الشقه دي لاي حد ونشوف احنا شقه بره. ردت قالت له اللي هي محدش هيطيق فيها اصلا. ابتدت هي تاخد على الناس اللي في الشارع وتصاحبهم وتعرفهم، وبقت تقضي مثلا معظم وقتها مثلا اللي هو الفضاء او اللي هي مش وراها حاجه او جوزها مش موجود، تقعد مع صاحبتها دي ومع الجاره دي ومش عارفه ايه. فبقت تحكي لهم. هم طبعا شافوا حوار التلفزيون وحضروا حاجات كتير، فقالوا لها ان البيت ده كان مبني على مقابر بتاعت يهود زمان ايام الحرب ومش عارفه ايه والكلام ده. مش البيت بس، لا الجزء اللي هي قاعده فيه. يعني مثلا بيتها والبيت اللي جنبها والبيت اللي جنبها كانوا حوالي ايه، بتقول لك كانت حوالي 3 أو 4 بيوت في المنطقه دي، هما دي كانت المقابر. وبعد كده معرفش بقى اشتروها، معرفش ايه، هدوها بنوها. المهم ان هي اتبنت عليها البيت اللي هي كانت ساكنه فيه ده. المقابر دي كانت من زمان جدا جدا، من قبل اصلا ما ابوها وامها وابوه وامه هما يتولدوا، يعني من زمان جدا. فهي اتصدمت لما عرفت. يعني هي كانت مفكره بتقول مثلا ايه، هو حد لحق مثلا ان انا جيت قعدت في البيت، حد لحق عمل لي حاجه مثلا او كده. فطلعت الشقه نفسها هي اللي مسكونه. قعدت 4 سنين عايشه فيها،
4 سنين ما بتنامش بالليل، بتنام بالنهار لما زوجها يجي عشان تعرف تنام. قاعدة طول الليل خايفة ومرعوبة لو جوزها بره. عايزة اقول لكم ان في ستات كتير بتستحمل اي حاجة وبتصبر وبتعيش وبترضى بأي حاجة. يعني شوفوا دي قعدت 4 سنين مستحملة ايه، قاعدة في مكان مسكون. لكن ارجع واقول لكم على حاجة، الاستفادة من الموضوع اللي احنا حكيناه دلوقتي ده، ما تروحيش تعيشي في مكان لما تعرفي اصل المكان ده الاول. هل حد كان ساكن قبلك؟ المكان ده بتاع مين؟ تبع مين؟ حصل ايه؟ جرى ايه؟ المهم ان انا عايزاكوا اي مكان تروحوا تعيشوا فيه تجيبوا اصله وفصله من زمن الزمن قبل ما تعيشوا فيه. بنسمع كتير جدا عن في شقق بتتأجر في اسكندرية، بيقول لك الشقق ممكن الشقة مثلا تكون مسكونة والكلام ده. في مثلا يقول لك ايه، عشان الشقة بتبقى مقفولة طول الشتاء وبتتفتح في الصيف عشان الناس تروح تأجرها وكده. الكلام ده انا سمعته كتير ومن ناس كتير جدا على فكرة. بس اسكندرية هتفضل عاشق وفي القلب، والله لو فيها ايه في قلبي، قلبي اسكندرية دي. ما علينا يا جماعة، زي ما قلت لكم مغزى الفيديو ده الاستفادة منه ان في ستات بتستحمل حاجات كتيرة جدا وعندها استعداد تعيش في النار. ماشي، بتبقى ستات جدعة عايشة عادي جدا مفيش اي حاجة وبيستحملوا اي حاجة. تاني حاجة زي ما قلت لكم، اي مكان هتروحوه جديد هتعيشوا فيه اعرفي اصله وفصله بعيدا عن اي حاجة تانية. بصوا هي دي كانت رايحة قاعدة في بيت مش اهل زوجها، بيت اهل زوجها عاملينه للشباب يتجوزوا فيه. ولما اتكلمت مع سلفتها قالت لها انا مصدقاكي ولان حصل كذا كذا كذا. ولما هي راحت قالت ان سلفتها مصدقاها وان هي قالت كذا كذا، قالوا لها دي بتخوف، قالوا للجديده يعني اللي هي قصتها اللي بنحكيها دي بتخوفك عشان تمشي من البيت. بتخوف ايه؟ طب ما احنا ما هي ما انا بشوف انا كمان اللي هي بتشوفه. فعايزه اقول لكم ما تنسقوش ورا الكلام الا لما تعيشوه. وزي ما قلت لكم لازم تعرفوا اصل البيت اللي انتوا رايحين تعيشوا فيه واصل الشقه اللي انت هتشتريها. لو حد جايب لك شقه وهتروحي تشتريها، اصل الشقه اللي انت هتروحي تسكني فيها. بس اسفه ان انا طولت عليكم الفيديو. ولو عايزين حكاوي وقصص من دي قولوا لي وانا هحكي لكم. قصص كلها حقيقيه، مش كذب، مش فيك، مش كلام وخلاص. قصص من على لسان ناس ومؤكده. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.